السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت ناس كتير الحقيقة بتقول إنه فدان النخيل اللي لسه عمر سنة وسنتين بيصرف حوالي 10,000 جنيه في السنة. وده تقريبا يعني على حسبة 60 نخلة، ده العدد التقريبي، يعني النخلة تقريبا بيصرف لها 150-160 جنيه. فقلت طب راجع نفسك كده وساب، انت بتصرف حاجه غلط كده، في حاجه مش مظبوطه. راجع كده الحسابات اللي حسبتها، سواء من تسميد عضوي للنخل، وانا نخلي يعني عمره سنتين، مش حاجه كبيره. زائد التسميد المعدني، الرش الحشري الفطري، سواء في السماده او رشا، اي حاجه اترشت للنخل كمغذيات، او اسف كبريت ميكروني مثلا، اي مغذيات نزلت للنخل، حساب العمالة اللي قاعدة، حساب الزياراتي كصاحب المزرعة. لما نجمع الرقم ده كله، يعني جمعت كل الحسبة كده لمدة مثلا سنة من النهاردة، وقلت شوف النخلة بتصرف كام في السنة تقريبا من بداية الموسم إلى نهاية الموسم. زائد بقى إيه شوية حاجات بسيطة كده بتيجي في النص، نسريات، ماسورة اتكسرت، في صيانة خراطيم مش متظبطة بنظبطها، الحاجات دي كلها. جمعت الرقم ده كله وقسمته على عدد النخل اللي موجود، والحقيقة يعني صدمت شوية بالرقم. أنا متوقعه طبعا، لكن متوقعه اقل من كده حوالي 15-20%. لكن الرقم الاجمالي تقريبا لنخل عمره سنتين، تقريبا النخله صارفه 400 وشويه، يعني داخله في 430 جنيه او 435 جنيه للنخله الواحده اللي عمر سنتين. انا لسه لا عندي تقويس ولا عندي جمع ولا عندي انتاج، ما عنديش لسه العمليات الفنيه اللي بتعمل على النخل. فلما نيجي نقول للناس انه فدان النخل المنتج اللي هو عمره 6 و7 و8 و10 سنين بيصرف في حدود 50,000 جنيه في السنة. فده رقم حضرتك ما تستغربوش، ده اللي هو تقريبا النخلة بتصرف حوالي 800 جنيه في السنة لكافة العمليات والتسميد والعمالة وكافة شيء. ما ينفعش حضرتك تقول لي اصلها هتصرف تسميد، الفدان يصرف تسميد مثلا 10,000 جنيه. ماشي يا فندم، حضرتك هتجيب تسميد ب 10,000 جنيه للفدان، طب هتجيب يعني خدمة عضوية للنخلة بكام، العمالة بكام، المهندس الاستشاري بكام، حضرتك هتروح المزرعة بكام؟ كل دي حاجات لازم تبقى حضرتك حاسبها قبل ما تبدأ تزرع نخل. ما ينفعش تبقى متخيل انا هزرع مثلا 10 فدان يبقى انا هصرف 10,000 جنيه في الشهر، اسف 10,000 جنيه للفدان في السنة، في 10 فدان مثلا ب 100,000 جنيه في السنة. حضرتك هتلاقي نفسك صارف قد الرقم ده تقريبا مرتين وثلاثة في بداية النخل، واربع خمس مرات لما النخل يبدأ يكبر. طبعا لما النخل بيبدأ يكبر ويبقى فيه انتاج، الواحد ما بيهموش في المصاريف شويه. لكن انا بتكلم الاكتر على اول 3-4 سنين اللي هم لسه ما فيهمش انتاج وحضرتك بتصرف بس. فحضرتك لازم تبقى عامل حسابك، يعني علشان مع برضه لسه زياده الاسعار السنه اللي جايه ولا بتاع. حضرتك داخل النهارده مشروع نخيل، اعرف ان النخله هتصرف ما بين اشراف وعماله وتسميد عضوي ومغذيات ورش حشري وفطري تقريبا في حدود من 400 ل 500 جنيه للنخله الواحده، العمر اللي هو سنتين وثلاثه واربع سنين، على حسب طبعا. لو لا قدر الله حصل زياده في الاسعار تاني، تبقى عامل حسابك النهارده. يعني احنا اخر يوم في شهر 5 2025، الله اعلم على ما تيجي السنه الجايه هيبقى الاسعار شكلها عامل ازاي. انا قلت برضه اقول الحسبه لحضراتكم، انه زي ما قلت لكم كده الخلاصه بتقول انه اللي داخل يزرع نخل اول سنه 2 3 4 اللي هو بيصرف فيهم على النخل ما بياخدش منه جنيه، يعمل حسابه انه هيصرف على النخله مش هقول 500، متوسط 400 جنيه للنخله. في ناس طبعا ممكن تقلل التسميد شويه، تزود التسميد شويه، تقلل في العماله شويه، تطنش في صيانه البتاع. بقول المتوسط العام في حدود 400 جنيه للنخله سنويا، للنخله مش للفدان طبعا. 400 جنيه للنخله سنويا. شوف حضرتك زارع كام نخله، شوف حضرتك زارع كام فدان، واحسبهم زي ما تحسبهم، وتبقى عامل حسابك في مصاريفهم. لانه النخل من المشاريع على المدى المتوسط والبعيد، مش حاجه قريبه وبتيجي نتائجها بسرعه. فحضرتك هتاخد 4 5 6 سنين لغايه ما تبدا تاخد منه فلوس. وبالتالي تبقى عامل حسابك انه انا عندي رقم يغطي التكلفه دي لمده 4 5 سنين، او انا عندي دخل دوري اقدر اصرف منه على النخل ده لمده 4 5 سنين. وبالتالي ما توسعش قوي بكل الفلوس اللي معايا، وبعدين الاقي نفسي مش عارف اصرف على النخل بعد سنتين ثلاثه، واضطر اسفا انه يا اما ابيع الارض بالنخل اللي عليها، يا اما اهمل فيه وتبقى العقبه مش كويسه. الواحد بيشوف المزارع الحقيقه نخل عمره 3 و4 سنين ومهمل اهمال فظيع لدرجه ان النخل تقريبا بيموت، يعني سواء من قله الري. وبمناسبه الري برضه، الميه هي نص تسميد النخل.
الري الكويس وتظبيط الشبكه الكويس هو نص تسميد النخل. النخل بياخد نص العناصر اللي بياخدها عن طريق الميه بس. حضرتك لو رويت بس وما سمدتش افضل من انه اسمد كتير وما رويش كويس. يعني لو قلنا النهارده لو حطيناهم في كفتين قصاد بعض، الري المتوازن الكويس بما يكفي للنخله بدون زياده او نقصان، او التسميد الجيد، الحقيقه كفه الري المناسب او كفه الري الكويس هترجح اكتر من كفه التسميد. انا قلت برضو اقول المعلومه زي ما متعودين كده، واضحه وصريحه ومختصره قدر الامكان. وجزاكم الله خيرا ونشوفكم على خير ان شاء الله.